دفع $1000. أبي اعطيني بعض المال أشتري كرة. اسمع، لا أملك نقودا ولكن عندي هذا القلم، بيعه واشتري كرة. ولكن يا أبي سعره لا يمكن أن أشتري به كرة. حسنا، إذا لا أملك مالا أعد لي قلمي. لا خلاص سأخذه. أخذ الولد القلم للسوق، وبعد ساعات لم يشتره أحد، فخطرت بباله فكرة أن يبيعه لجارتهم. انظروا ما حدث. مرحبا يا جارتنا الجديدة. مرحبا، ولكن ماذا تريد ومن أنت؟ أنا ابن جارتك، هل تشتري مني هذا القلم؟ إنه جميل، يكتب الكثير من الكلمات. لا أريده، أخرج من بيتي، إن رآك زوجي هنا سيقول عني خائنة وسأكون في ورطة. فجأة دق شخص الباب. لا إلهي، إنه زوجي من يدق الباب، إن رآك هنا سيقول أني خائنة. خنيه مع ولد وماذا أفعل؟ هل سيضربني؟ اسمع، اذهب واختبئ في تلك الغرفة هناك قبل أن يراك. ماذا؟ ولكن الغرفة مظلمة. اهرب عن وجهي بسرعة قبل أن يراك. دخل الولد الغرفة المظلمة وفتحت الزوجة الباب، ولكن من دق الباب لم يكن زوجها بل كان حبيبها. انظروا ما حدث. مرحبا حبيبتي، كيف حالك؟ تمام الحمد لله وبخير، ماذا عنك أنت؟ أنا بخير، ولكن زوجك هنا؟ لا ليس موجود، اطمئن، تفضل. دخل الحبيب إلى البيت، وبعد ربع ساعة مرة أخرى دق الباب. يا إلهي، إنه زوجي من يدق الباب، اذهب واختبئ في تلك الغرفة هناك، ولكن انتبه، هنالك ولد لا يفضحنا. حسنا أنا ذاهب. انتبه، لا تصدر صوتا هناك وإلا سيقتلني. فتحت الباب فكان بالفعل زوجها، ودخل الحبيب مع الولد في الغرفة. انظروا ما حدث. مرحبا عمي، هتشتري مني هذا القلم؟ اصمت أيها الغبي، لا تفضحنا، لا أريد القلم، لا أريد شراء. اسمع، تشتريه مني أم سأصرخ؟ حسنا، بكم تبيع؟ أبيعك القلم $50. مجنون أنت، قلم $50؟ لا يهمني، إن لم تشتري بعد 3 سأصرخ. 1 2. حسنا تفضل، هذه $50 هاتي بعد مرور بضع دقائق. اسمع يا عمي، القلم ليس ملكي، بيعه لي $1. تظنني مجنون أشتري ب50 وأبيعه ب1؟ أنت مجنون. اسمع، ستبيعه أم لا؟ وإن قلت لا سأصرخ. حسنا تفضل، هذا قلم. بعد ربع ساعة تكلم الولد مرة أخرى. انظروا ما حدث. عمي، تشتري مني القلم $200؟ لا أشتري، لست بحاجة إليه. أصمت. ستشتري أم سأصرخ؟ يا إلهي، بما ورطتني يا إلهي. حسنا سأشتري هذا. أخي أعد لي القلم، إنه ليس ملكي، لصاحبي، أعده لي. خذ مجانا. المهم فكني شر. شكرا لك عمي. بعد نصف ساعة تقريبا خرجا من المنزل، فهرب الولد لبيتهم فوجد أبوه أمامه. انظروا ما حدث. أبي، أتشتري مني هذا القلم؟ فعليك، لم تكفيك 250 التي أخذتها مني؟ يعني أنت من كان في بيتها. حسن، أتشتريه مني ب100 أم أخبر أمي؟ لا، كل شيء إلا أمك. هيا تفضل، هذه $100، هذه هي، لا تخبر أمك بشيء. أعطيه $100 ولا يخبرني بشيء؟ أخبرني يا بني، ما هذا الشيء؟ لا يمكنني يا أمي أن أخبرك، لقد أعطاني $100. حقا؟ حسنا يا بابا، أنا سأعطيك 150، أخبرني. اتفقنا. صدمة كبيرة